بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزاويز، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل السمك اللي جالنا امبارح دوت من البحر الاحمر. عملنا النهارده بصلايه حرقناها قوي، احنا عايزينها حمرا كده جامد، وحطينا لها التوابل بتاعها فلفل اسود وبهارات وبصل بودر وثوم بودر وشويه كمون وشويه كزبره ومع فصين مستكه، وحطينا الميه ولما غلت هننزل بالرز. احنا عايزين البصله تبقى محروقه قوي كده، احنا عايزينها كده، مش عايزينها فاتحه. وهنسيب بقى نوطي عليه، ما بياخدش وقت، 5 دقايق بالظبط، ما بياخدش وقت. ونحن غسلنا السمك اهوت وعصرنا عليه ليمون، وهنحط عليه الكمون بتاعه، ملح بكمون. وبصوا السمك مش هنفتحه، بس القشر بتاعه حتى مش عارفين ايه القشر بتاعه، القشر بتاعه صعب قوي، فانا هقليه زي ما هو كده. نظبطه بس شويه كمون حلوين كده وملح و... ونقليه مع بعض. وهنا الرز خلص اهوت، خلص يعني خلص من شويه، والله العظيم عامل زي الكهرمان بالظبط، ما شاء الله. هنظبط اهوت ونقلي مع بعض ونقلي. وحطينا مع الزيت وهو بيتقدح قبل ما نحط السمك نص ليمونه كده عشان الريحه والدخان. تبلين السمك اهو، متقلبيش بقى على طول، تحطي ما تقلبيش على طول، استني شويه. القشره بتاعتكم انا عايزه اقول لكم ان القشره بتاعته ناشفه قوي، ما عرفتش فعلا اقشرها، والزرع بقى عشان كده سمينه ابو شرر ولا ابو شراره، حاجه زي كده. الاسماك اللي هي بتيجي من السويس وبتيجي من البحر الاحمر الحتت دي عشان الميه مالحه، انا بقولكوش وانتوا بتاكلوها بتشموا ريحه البحر فيها، غير بقى الريحه اللي بتطلع الجيران علينا، احنا مخلطين الجيران اصلا. احنا عشان المطبخ بتاعنا على المطابخ كلها على السلالم، فالريحه كلها بتبقى جوه البيوت من جوه. وعندنا هنا اهوت مكاتب، معظمها مكاتب، والله طلعوني مره على السلم هنا اهوت اللي تحت وقالوا لي يا روايحك. انا عايزه اقول لكم في العيد الكبير كان ربنا رازقني باللحمه يعني والكبده وكده اهوت، وكنت بعمل بقى بالعيد وبعد العيد وكده اهوت. طلعت لي بنت من تحت من المكاتب اللي تحت، قالت لي طالعه عايزين شويه زيت من عندي، فانا بقى هم مالهمش اختلاط يعني، ده مكاتب ماليش اختلاط بيهم، هم لهم اختلاط بيا. ولا هتعملي ايه؟ قالت لي هنعمل ايه من كتر الريحه اللي طالعه من عندك، قلنا نجيب حته كبده ونعملها. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم ثلاثه، انا من ساعه العيد الكبير انا ما كسبتش في بيتي، حرفيا ما كسبتش في بيتي، في مصاريفي وفي حاجتي، والتلاجة عندي اتخربت وباظت وبعتها وظروفي اتغيرت ب 180 درجه بسبب الكلمه اللي اتقالت لي. يعني المفروض الناس لما بتشوف حاجه ولا بتشم ولا بتعمل برضه تقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. في ناس بتلبس، في ناس بتتكلم وبتقول ما بتسميش. فوالله العظيم انا كنت شويه شويه انزل لهم واقول لهم من ساعه اللي انتوا بتقولوا واللي يطلع على السلم يقول لي يا روايحك، من ساعتها انا ما كسبتش لا في بيتي ولا في حياتي، بس انا ماسكني الشديد الاول. هنخلص بقيه الكميه ونرجع له. وكده احنا سيبناه براحته خالص، ما قلبناش على طول عشان ما يتفتحش مننا لو بيتفتح، لان احنا ما فتحناهوش. قلبت على الناحيه الثانيه وهسيبه برده لما ياخد مجاله في السوا، ونطلع السمك ونخلص الكميه ونرجع لكم تاني. وكده اكلنا الجميل يا جماعه المسكر دوت، السمك المسكر ده خلص معانا اهوت، وعملنا الرز اللي احنا عملناه. وانا ما عملتش بتنجان الفلفل، عندي الليمون اللي انا مخللاه والعيش،
وعايزه اقول لكم ان السمك دوت طلع فيه سمك اسمه عنبر، مش عنبر، لا عنبر. زي في فسيخ بتروح للفسخاني بتقول انا عايزه فسيخ عنبر، هو ده بقى طلع السمك دوت، طعمه وريحته كلها وشكله وكله السمك العنبر. اللي كان سمك عنبر قبل كده او فسيخ عنبر هيعرف بقى الطعم كمان عامل ازاي. انا لقيت واحده كده، احنا بنيجي نقليه بنلقط واحنا واقفين السمك مقلي كده، وبفتح واحده كان بطرخه، وما شاء الله البطروخ فيها ما شاء الله، لقيتها واكله كابوريايه، رحت انا اكلت الكابوريايه. بالهنا والشفا على اللي هياكلوا وتفضلوا معانا. متشكرين على الناس اللي جابوا لنا شويه السمك الحلوين دول. واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله، والحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول لنا ولا قوه. السلام عليكم.